يلا يا قمرايه هنعمل قمر الدين لرمضان يكفينا طول شهر رمضان ان شاء الله ب10 جنيه بس، ولا تضطري تجيبي اللفه ب60 ولا ب70 جنيه، لا احنا ب10 جنيه بس هنعمل قمر الدين يكفينا طول شهر رمضان ان شاء الله. تعملي منه عصاير، تعملي منه مشمشيه، كل حاجه تحتاجيها في شهر رمضان هتعمليها منه ان شاء الله. مش هيكلفنا حاجات كتيره، هو كل الحكايه 10 جنيه، وباقي الحاجات اللي هنحتاجها هتكون موجوده عندنا في البيت. يعني هنحتاج كيلو سكر، هناخد كيلو سكر من سكر التموين العادي جدا اللي عندنا في كل بيت. هنحتاج معلقتين عسل كلوكوز، طبعا عسل الكلوكوز احنا مجهزينه علشان حلويات شهر رمضان، واحنا بنحاول نوفر وندبر معاكي باقل تكلفه، نكون جايبين كل حاجتنا في البيت ان شاء الله. تعالوا نسمي بالله ونصلي على رسول الله كده ونشوف احنا هنعمل ايه النهارده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه انا جبت 2 كيلو جزر، الكيلو عامل 5 جنيه، جبت 2 كيلو ب10 جنيه، مسكتهم نضفتهم وغسلتهم وقطعتهم، قطعين بقى مكعبات مربعات صابع زي ما تقطعين، ممكن كمان تبشرين بالمبشره كمان. حطيت عليهم 5-6 كوبايات كده ميه، انا مش عايزه ميه كتيره وفي نفس الوقت عايزه الجزر بتاعي يكون مستوي جدا، بس مش عايزه يبقى فيه سوائل كتيره، فحطيت عليه 5 كوبايات ميه، ودول هيبقوا حلوين لسوى الجزر. جبت كمان نص كوبايه ميه سخنه وحطيت فيها 9 معالق من الجيلاتين اللي بنجيبه من عند العطار، حطيتهم ودوبتهم وركنتهم على جنب كده علشان يدوبوا كويس جدا. بعد كده خدت الجزر اللي معانا حطيته على النار، طبعا نار عاليه، وبعد كده وطيت عليه النار وسبته يستوي براحته خالص. بعد بقى ما اتاكدت ان الجزر استوى تماما هجيب بقى الهاند بلندر واروح ضرباه بيه، او ممكن كمان تاخديه في الكبه وتضربيه في الكبه، بصراحه في الكبه بيبقى اسهل من الهاند بلندر كمان، وممكن تسيبيه لما يبرد وتضربيه في الخلاط، تضربيه في اي حاجه، المهم ان هو ينعم معاكي كويس جدا ويكون بيوريه زي ما انت شايفه كده. بعد بقى ما بقى الجزر معايا بيوريه كده، والنتيجه دي مش هتاخديها طبعا الا لما يكون الجزر استوى كويس جدا، لو استوى كويس جدا معاكي هينعم معاكي يبقى زي الفل كده. بعد كده بقى نجيب كيس من السكر، سكر التموين طبعا موجود عندنا في كل بيت، كل كيلو من الجزر هياخد نص كيلو من السكر، فانا حطيت 2 كيلو من الجزر حطيت لهم كيس سكر سليم. بعد كده هجيب نص معلقه من ملح الليمون، وعايزه اقول لكم هي بالنسبه لي ما كانتش كفايه، حطيت لها كمان ربع معلقه برده صغيره من ملح الليمون تاني. وملح الليمون هنا ماده حافظه للقمر الدين بتاعنا، وفي نفس الوقت بيدينا مزازه حلوه كده في القمر الدين زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. بعد كده هجيب نص كوبايه من عسل الكلوكوز، طبعا ممكن تعيريها بنص كوبايه وممكن تاخديها بالمعلقه كده من البرطمان بتاع العسل الكلوكوز. في الحاله دي هتعيري 4 معالق كبار من عسل الكلوكوز. وعايزه اقول لك عشان يبقى سهل معاكي حطي شويه ميه سخنه كده في اي كوبايه، وحطي البرطمان نفسه فيها شويه ميه دافيه كده، هتلاقي العسل الكلوكوز فك معاكي وهتخرجيه بسهوله من قلب البرطمان، علشان هو بيبقى غلس شويه وماسك جامد، لكن في الميه السخنه بيفك على طول، بتلاقيه فك على طول ونزل معاكي على طول من البرطمان. وعسل الكلوكوز طبعا اكيد موجود عندنا دلوقتي في كل بيت، احنا محضرينه علشان الحلويات الشرقيه بتاعت شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب العالمين. بعد كده خدت الجيلاتين بقى اللي انا مدوباه في الميه السخنه وحطيته على الخليط اللي معانا، خليط الجزر او معجون الجزر، وكمان جبت كوبايه الا ربع من النشا ودوبتها في ربع كوبايه من الميه وحطيتها مع معجون الجزر بتاعنا. في الحاله دي بقى لو عندك 4 برتقانات ممكن تعصريهم وتحطيهم معاكي مع معجون الجزر. ما عندكيش، انا ما عنديش بقى برتقان، رحت جايبه بشر برتقان انا عاملاه ومخليه عندي في الفريزر، ده عشان يديني برده طعم البرتقان ونكهه البرتقان معانا في قلب القمر الدين. وممكن لو ما عندكيش برتقان او ما عندكيش بشر برتقان تجيبي كيس جيلي برتقان، كيس جيلي برتقان كده وتدوبيه في ربع كوبايه من الميه او نص كوبايه من الميه السخنه، وتروحي ضايفاه برده على الخليط بتاع الجزر، على خليط معجون الجزر او على خليط القمر الدين. بس انا بصراحه ما حبيتش اجيب الجيلي علشان ما ازودش التكلفه، انا عايزه حاجه بسيطه كده وموفره عندي في البيت، ما حبيتش اجيب الجيلي، فحطيت بشر البرتقان هيديني برده نكهه البرتقان في قلب قمر الدين اللي معايا. حطيت بقى عصير ليمونتين كبار عشان يربطوا معايا الخليط وكمان يدوني المزازه الحلوه اللي بتبقى في قمر الدين اللي بنجيبه جاهز. بعد كده بقى قلبت بقى مكوناتي كلها في قلب بعضيها، وفي نفس الوقت هديت عليها النار جدا، لازم تهدي عليها النار جدا، وبرده تقلبي في الخليط بتاعك علشان ما يلزقش في ارضيه الحله. وعلشان بقى نعرف درجه سوى القمر الدين بتاعنا بتعملي زي ما انا ما عملت كده بالظبط، بتجيبي المعلقه بتحطيها في القمر الدين وتروحي شايلاها وتفصلي بصوابعك بينهم كده، لو لقيتي الخليط ما جاش على بعضه يبقى الخليط بتاعك كده تمام قوي واستوى، لو لقيتي الخليط صح على بعضه يبقى لسه عايز شويه سوى، تقعدي تسوي فيه شويه وتقلبي فيه شويه
الميه لحد ما يستوي معاكي تماما. بعد كده بقى تحضري الصواني بتاعتك وتفرشي في اكياس، وتصبي بقى الخليط بسرعه قبل ما يبرد، عشان لو برد هيجمد شويه معاكي. فانت صبي الخليط على طول وافرجيه كده في الصواني او في الصيجان، في اي حاجه بقى افرجيه عندك. انا فردت على صاجين، ولقيت لسه معايا شويه في الحله كمان، رحت جايبه لهم صاج تالت. جبت صاج تالت ورحت مفضيه فيه الشويه اللي اتبقوا معايا. الشويه اللي اتبقوا معايا في الحله هفضيهم على الصاج ده. وبالشكل ده ال2 كيلو من الجزر عملوا معايا صاجين، يعتبر صاجين ونص، عشان الصاج ده صغير عن الكبار. هنفرد بقى الصيجان بتاعتنا وناخدها بقى نحطها في اي مكان كده يكون هوا. هنسيبها لمدة 5 ايام. 5 ايام عشان تنشف معانا او عشان تشد معانا وتبقى زي قمر الدين اللي بنجيبه من بره بالظبط. يا ريت بقى يا قمرايه لو انت لسه معايا لحد دلوقتي تنزلي تحطي لنا اللايك، وما تنسوش بالله عليك. بعد بقى ما خليناه 5 ايام كده في الهواء زي ما انتم شايفين، القمر الدين بتاعنا لما جبناه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله زي الفل. وانا طبعا عملت قمر الدين معاكم السنه اللي فاتت، بس كان قمر الدين بالبرتقان والجزر، كان في كميه برتقان او نسبه برتقان كبيره طبعا. السنه دي بصراحه شفت الوصفه دي فعجبتني، قلت والله اوفر بكتير. رحت جبت 2 كيلو من الجزر، عملوا لي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله كميه حلوه زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط. انا هاخدهم بقى هقسمهم والفهم واشيلهم، وهاخد نص واحده من اللفه دي، وهنعمل بيها بقى الحاجات الجميله اللي انتم شفتوها كده في اول الفيديو. هنعمل بقى بيها العصير والمشمشيه الجميله طبعا اللي احنا دايما بنعملها في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ورمضان كريم عليكم جميعا ان شاء الله. لفه في القمر الدين بقى دي هناخدها بلفتها كده زي ما هي كده، ونحطها بقى في علبه ونحطها في التلاجة، نستعمل منها كل يوم ان شاء الله. ما تقلقيش، هي ما بتشدش قوي زي قمر الدين اللي احنا بنجيبه من بره. هي مجرد ان انت بتحطيها في الميه بتدوب على طول. طبعا اللي احنا بنجيبه من بره بيبقى فيه مواد حافظه كتير، علشان طبعا ممكن يقعد معاهم فتره كبيره جدا، عشان كده بيشد جامد وبيبقى ناشف جدا. لكن ده زي ما انتم شايفين كده، بصي مجرد ان انت تقطعي منه بيتقطع على طول وبيدوب على طول في قلب الميه، اول ما تحطيه في الميه بيدوب على طول. لكن الجاهز طبعا بيقعد معاهم فتره طويله، وممكن كمان يبيتوه من السنه للسنه، علشان كده بيبقوا مكترين له المواد الحافظه اللي فيه علشان يقعد معاهم اكبر فتره ممكنه. لكن طبعا احنا عاملين الكميه دي هتكفينا فتره استهلاكنا في شهر رمضان ان شاء الله. بعد كده بقى جبت دورق كده فيه ميه ساقعه طبعا، وحطيت فيه سكر. حطي بقى سكر زي ما انت عايزه، السكر ده حسب رغبتك انت، السكر اللي انت تحبيه. كمان لفه في قمر الدين وانا بقلب راحت واقعه كلها. طبعا هنركنها على جنب ونقلب بقى قمر الدين ونصب العصير بتاعنا. اظن بقى مفيش عصير اوفر من كده، يعني اوفر كمان من عصير البودره اللي انت بتجيبيه جاهز من بره. على الاقل العصير ده جزر طبيعي كله طبعا فيتامينات، غير اللي بره انت ما تعرفيش هو معمول من ايه اصلا. بعد كده بقى علشان نعمل المشمشيه بتاعتنا هنجيب كوبايتين من العصير اللي معانا، ونحط عليه 3 معالق من النشا. انا الكوبايه ما بحطش عليها معلقه واحده من النشا، لا، كوبايه اي سائل بحط عليها معلقه ونص، معلقتين كمان الا ربع كده، علشان يديني قوام متماسك كده للمهلبيه بقى او للمشمشيه اللي احنا بنعملها. وجبت كمان كوبايتين من الحليب وحطيت عليهم 3 معالق من النشا وذره فانيليا. طبعا المشمشيه مش هحط لها فانيليا لان فيها نكهه البرتقال ودي كفايه عليها قوي، او ممكن تحطي لها برده شويه فانيليا مفيش اي مشكله. سويتهم بقى كويس جدا وخدتهم زي ما انتم شايفين معانا كده. وعلى فكره انا عامله لكم حاجات جميله جدا قوي لشهر رمضان، عامله لكم عصاير، عامله لكم الصوبيا، وعامله لكم العناب والكركديه، برده مشروبات سهله وسريعه وجميله جدا ان شاء الله لشهر رمضان. وعامله لكم كمان السمبوسه، وكمان عاملين الزبده في البيت من غير ما ندفع فيها ولا جنيه، ومسيحينها مع بعضينا، يعني عاملين مع بعض حاجات كتيره جميله جدا ان شاء الله وموفره جدا وبطريقه سهله وبسيطه جدا. يعني يا ريت تدخلي كده القناه تاخدي لك لفه فيها كده هتعجبك جدا، يا ريت تدخلي كده تنورينا بوجودك معانا. بس لو دخلتي ما تنسيناش بقى في اللايك والاشتراك يا قمرايه. كده بقى احنا غرفنا المهلبيه والمشمشيه اللي معانا، وهنزوقها بقى بايه؟ هنزوقها بشويه فستق كداب، شويه فستق كداب عاملينه نحط كده على وشها، وشويه جوز هند، وكمان انا عندي شويه كريز رحت حطيتهم على وش المشمشيه بتاعتنا. برضو العين بتاكل قبل البق زي ما انتوا عارفين، الشكل برضو النهائي بيبقى جميل جدا، فبيفتح نفس الناس اللي هتاكل. وصحة وهنا للي هياكل واللي هيشرب يا رب العالمين. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، وصوما مقبولا وافطارا شهيا باذن الله. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى بتاعنا تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.